كفاية بقى كركبة. لا خلاص مفيش كركبة تاني. أهلا بيكم في الجزء التاني من تحويل المكتب لاستوديو. في الجزء الأول روقت المكتب وغيرت النظام كله واستغنيت عن أي حاجة مش محتاجها في المكان عشان أوسع المساحة أكبر قدر ممكن. وجي بقى وقت تغيير الأرضيات، وغالبا هعملها خشب برضو، بس عاوز حاجة تكون جودتها أفضل من اللي كان موجود قبل كده. قعدت أدور أونلاين وكمان كلمت واحد من أصحابي أنا عارف إن هو لسه عامل شوية توضيبات. تعرف حد كويس؟ رشح لي شركة قال لي إنها كويسة ومتخصصة بس في الأرضيات، وسألته عن أكتر حاجة بتقلقني دايما من الشركات والصناعية. قلت له إيه أخبار مواعيدهم؟ قال لي لا تمام ما تقلقش. لا أنا قلقان بصراحة. كلمتهم واخترت نوع الأرضيات ولونها واخترت لون فاتح عشان يبقى أفضل في التصوير، واتفقنا على كل حاجة وأخدت ميعاد عشان يبعتوا لي حد يعمل معاينة ويرفع المقاسات. وطبعا كان لازم نفضي المكان تماما ونفك الخشب القديم. دي الحاجات بتاعت التركيب وصلت، احنا فضينا كل حاجة، وربنا يبارك له عم سيد تعب جدا معايا في اليوم ده. وبصراحة يا جماعة من الحاجات اللي فاجئتني فعلا في التعامل معاهم هما كانوا ملتزمين جدا بالوقت المتفق عليه، سواء في اليوم اللي متحدد لرفع المقاسات او في يوم التركيب. والحمد لله الموضوع ما خدش تقريبا ساعتين زمن كله على بعضه. الشركة اسمها فلور اكسبرتس، وانا اخترت اتش دي اف الماني خامته فعلا مختلفة عن القديم اللي كان موجود عندي، وكمان ووتر ريزيستنت لمدة 70 ساعة، ومعاه ضمان 20 سنة ضد عيوب الصناعة وسنتين ضد عيوب التركيب. بسمع رأيكم في التعليقات وقولوا لي كمان ايه الافكار اللي ممكن نعملها عشان نخلي المكان شكله حلو. وبس كده يا شباب، الفلوج النهارده خلص. استنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم عملت ايه تاني عشان اغير الديكورات في المكتب واغير شكله.